السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايح نشارككم كبدة تاع الدجاج مشلبلة وبنينة كالعسل. رايحة نطيبوها على أصولها. اللي ياكلها اللي يشوف الكبدة اللي طيبوها مستحيل يفرق بلي هذه كبدة تاع الدجاج. ونقول كبدة تاع الدجاج وتقول بسم الله وندخل في المقادير تاع الوصفة. بسم الله. نروحوا المقادير تاعنا. هذه الكبده تاعنا تاع الدجاج بعد ما قطعناها وبعد ما غسلناها وقطعناها درتها في الماء. في هذاك الماء ندير شويه تاع مغرفه تاع الخل والمغرفه تاع القارص وتخليها واحد 2 دقائق في هذاك الخل والقارص. هذاك الخل والقارص اللي نحيلها هذاك الكبده الكو تاعها تاع الدجاج. هنا اللي ما تبانلكش الكبده بلي كامل بلي كبده تاع دجاج، وندير غير كبده تاع يعني تاع الخروف بشويه قارص وشويه ما وتخليها في الماء 2 دقائق ومن بعد تقطريها تصفيها وتحطيها. وعندنا المقادير ديالنا. عندنا الملح، عندنا فلفل عكري، عندنا فلفل الكحل، عندنا الكمون، وعندنا الكرويه. انا ما عنديش الكرويه. هنا عندنا شويه معدنوس، عندنا مغرفه تاع الرنت، عندنا مغرفه تاع طوماطيش مسبره، عندنا الثوم يعني كميه لا باس بها، وعندنا طوماطيش تاع الحب يعني بيور ملحيه ومصفيه، طوماطيش تاع الحب. دوك نروحو نديرو المقله تاعنا تاع الزيت تسخن ونحطو الكبده ديالنا. بسم الله. بعد ما سخن الزيت ديالنا نحطو هذيك الكبده ديالنا. يلا ونخلو لها كامل هذاك الوقت اللي تقلاه فيه مليح. نخلوها على نار قليله ونقليوها ومن بعد نعاود نولي لكم. هايليك نخلوها تتقلى مليح حتى داك الزيت ديالها. شوفي يطلق الماء ديالها لازم كامل تشربو حتى طيب وتحمر. شوفوا الماء اللي توقعتو صح، هذا كامل راح يولي الزيت ديالها. الكبده يحب لها الزيت، ديرها الزيت بزياده تجي بنينه هكذا. ونخلوها طيب وتتقلى هكذايا على نار قليله. بعد ما تقلات الكبده ديالنا نقصناها على نار قليله، نحوها نفرغوها في الطبسي هكذا، نفرغوها بالزيت ديالها هكذا، نحوها كامل نديروها هنايا. وفي هذيك المقله نعاودو نحطوها هاد شويه تاع الزيت ونطيبو فيه هكذايا. نديرو اولا الثوم هكذا، نحطو الثوم، نحطو طوماطيش مصبره نخلوها تتقلى مليح مع داك الثوم، تقلى مليح مع داك الثوم هكذا في هذاك الزيت. لازم تدي كامل وقتها هذيك الطوماطيش وهذاك الثوم. نحطو الملح وليزيبيس ديالنا هكذا، نخلطو مليح بلا هكذا. نضيفو لها مغرفه تاع الزيتين حينها مقبيله هكذا باش تتقلى لنا مليح هذاك الثوم هذاك الطوماطيش هكذا. نخلوها طيب على نار قليله باش ما يتحرقلناش هذاك الثوم هكذا. لازم يدي كامل وقتو هذاك الثوم مع لي زيبيس كامل، وما نخلوش نقعدو نخلطو فيه باش ما يتحرقلناش الثوم ديالنا. بعد ما تقلى كامل هذاك الثوم هذاك لي زيبيس خدا وقتو هنايا
نضيفو حبات الطوماطيش المحليه هكذا، نخلطو كلشي مع بعض، نخلوها تدي وقتها في الطياب. نضيفو الورقه تاع الرز وشويه زعتر على عندك هكذا، نخلوها تدي كامل وقتها في هذاك الطياب. بعد ما تخلات هذيك الطوماطيش تاعنا مع لي زيبيس والثوم، نضيفو الكاس تاع الماء على حساب الكونتيتي اللي عندك تاع الكبده. انا عندي شويه نضيف شويه، الا كيما نقولوا ضعف في الحجم ضعف في الماء هكذا. خلو كامل يتخلط هكذا غير بشويه، ماشي حتى نعمروها باش تعور، هكذا بشويه ونشوفوا هكذا. نطيب هذيك الطوماطيش ديالنا تاع الحب مع لي زيبيس وهذاك الملح، كمل كاسي تاع الماء، سماني ضفت كامل كاس تاع الماء هكذا. ومن بعد نرمي هذيك الكبده ديالي بالزيت ديالها، نخلوها طيب على نار قليله. كان يقول لك المرقه ما تجينيش، تجيني ناشفه. انا ولادي كاع يحبوا المرقه، باش ما تنشفلكش المرقه نقصي الفرن، ديريها على نار قليله وخليها طيب في غردها. كي طيب ما تشربلكش المرقه، تطلق الزيت تاعها وتطلق البنه ديالها والمرقه ما تشربهالكش. انا نخليها هكذا على نار قليله طيب، ومن بعد نعاود نولي ليكم ونقصي الفرن. هاي لك الكبده ديالنا بعد ما طابت على نار قليله، نخلوها بلا صوص ديالها. انا مولا بيتي ولادي يحبوا لاصوص، يحبوا المرقه، خاطر المرقه بنينه، الريحه ما نوصفلكش، نقول بنا بلا ما نقول الريحه اون ديغي با كبده تاع، يعني كنز كبده تاع دجاج هكذا. نزيدو مع الاخر نضيفو لها شويه تاع المعدنوس هكذا، نخلوها ونتلاقاو في صحن التقديم. هاي ليك بعد ما طابت الكبده ديالنا نحطوها مع لي فخيت اللي يحب هكذا. ديري لي فخيت ديري هكذا الكبده من الفوق هكذا، هكذا شويه تاع المرقه ولا تحطيها هكذا وحدها. صدقيني الريحه تاعها ما نوصفلكش، يعني بنه والمذاق بلا ما نحكيلك. كي دير هذيك القطره تاع القارص تخليها 2 دقائق مع الخل في الماء، تروح لها كاع هذيك الريحه بلي كبده تاع دجاج، تجيها كو يعني هايل. نحل الورقه تاع الرز ديالنا هكذا، سهله يعني ديريها في ظرف قياسي هكذا. ندير المرقه ديالنا، هذه يحبوا المرقه هذيك، ديرها هكا فوق البطاطا هكذا. نزيدو نحطو شويه تاع معدنوس ديالنا هكذا هنايا شويه هكذا هكذا. كيما قالت جوزيها بلي فخيت وطفسي تاع شلاضه وانتي درتي فطورك. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وإذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالاشتراك والاعجاب باش يلحقكم الجديد، واللي تدعيم القناه ديالي من فضلكم. وشكرا وصحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.